سيسكو في مانشستر يونايتد، صفقة جديدة تنضم ليونايتد ومانشستر هتاخد الدوري مع أموريم. بعد خناقة طويلة قوي مع نيوكاسل، يا ترى سيسكو هيروح فين؟ مانشستر يونايتد ولا نيوكاسل؟ طب نيوكاسل تشامبيونز ليج، مانشستر يونايتد ما فيهاش تشامبيونز ليج، نيوكاسل عرضت أكتر، تصاريح طلعت إن يورجن كلوب نصح سيسكو إنه يروح نيوكاسل. في النهاية كونفيرمد النهارده مانشستر يونايتد هي اللي كسبت السباق وخدت سيسكو وبنت الثلاثي الهجومي جديد خالص بالنسبه لي، ثلاثي مرعب، كونيا مبويمبو سيسكو. طبعا انا بهزر معاكم، مانشستر مش هتاخد الدوري ولا حاجه، انما النهارده هحكي لك في الحلقه دي على صفقه سيسكو لمانشستر يونايتد وازاي اموريم عرف السر بتاع الصفقات بتاع السير أليكس فيرجسون. اهلا بيكم، انا فوزي نينيو. في مكان جديد بره الاستوديو بتاعي اللي بيوحشني، بس انا بضطر ان انا اصور لكم الحلقات ايا كان انا كنت فين، عشان انا بحبكم جدا فهصور لكم في كل حته انا فيها. بس قشطه، كنبه زرقاء، خلفيه بيضه، يعني اي حركات برضو طلع لكم بلبس البيت، فده دليل ان انا بحبكم جدا وان انا بعتبركم اخواتي دلوقتي، ومش فارق معايا انا طالع شكلي عامل ازاي وشعري مبهدل ولسه قايم من على السرير. انما انا جاي احكي لكم على اموريم ومانشستر يونايتد السنه الجايه او الموسم اللي هو لسه هيبدا كمان كام يوم دول، وصفقه سيسكو. النهارده صفقه سيسكو اعلنت رسميا من فابريزيو. طبعا على الحلقه ما تنزل هيكون عدى كام يوم عشان انا لسه جديد في القصه دي، فالاديت بياخد مني شويه وقت. يلا بينا نخش في القصه. خناقه طويله على سيسكو، يا ترى هيروح فين في بدايه فتره الانتقالات؟ سمعنا انديه كتير قوي بتتكلم على سيسكو، واسمه برز قوي في موسم الانتقالات ده من المهاجمين اللي رايحه كل حته مع ايزاك وجيوكريس. ارسنال، ليفربول، لكن لما ارسنال جابت جيوكريس عرفنا ان هو خلاص بره الحسبان. ليفربول دخلت في الكلام الفتره اللي فاتت، الكلام كله على ايزاك في ليفربول، فسيسكو اتحصر في اخر اسبوع ما بين فرقتين، نيوكاسل مانشستر يونايتد. نيوكاسل عرضت فلوس اكتر، نيوكاسل تشامبيونز ليج، نيوكاسل مشروع يعتبر ستيبل اكتر في السنين اللي فاتت عن مانشستر يونايتد. كلام طلع هيروح فين، انما في النهايه الراي اللاعب هو اللي يحسم الصفقه. بعرض اصغر بحوالي 10 مليون من نيوكاسل ينتقل سيسكو الى مانشستر يونايتد. انا مبسوط جدا 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 من الصفقه دي، وعندي اسبابي وجاي اقول لك ايه هي اسبابي. اسبابي مش ان هو لعيب فشيخ، هو طبعا لعيب جامد، بس اسبابي مش ان هو احسن مهاجم على الساحه، لان هو مش احسن مهاجم على الساحه، انما عندي اسباب كتيره، منها شايف ان دي من احسن الصفقات اللي مانشستر يونايتد عاملاها، من حيث الفلوس، من حيث السن، من حيث البروفايل بتاع اللعيب، من حاجات كتيره قوي تخليني اقول لك ان مانشستر يونايتد لاول مره من فتره طويله احس ان هي ماشيه على الطريق الصح. قبل ما اقول لك انا ليه مبسوط كده بالصفقه وفكره اموريم وابروتش مانشستر يونايتد او الاداره او اموريم ايا كان الاختلاف اللي انا حاسه، تعالى احكي لك على سيسكو. سيسكو عنده 22 سنه، مواليد 2003، تم 20 سنه دي من كام شهر، بقى عنده 23 سنه. اولا هو لعيب طويل جدا 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 جدا، في نفس الوقت هو سريع قوي. عمل ريكورد السنه اللي فاتت 35.7 كيلومتر في الساعه في انطلاقه في تيكون خدها، ده رقم مرعب على لعيب طوله 195. انتوا فاهمين الفكره؟ ده انطلاقه مرعبه على لعيب في السرعه دي، لعيب المفروض ان هو عنده كره لحد ما. هقول لك على حاجه برضو قبل وانا بحكي لك، ايا كان بقى انا او غيري، هتكلم عن نفسي ماليش دعوه بغيري، هطلع اقول لك رايي في سيسكو او حتى لعيب زي جيوكريس اللي قلت لك عليه رايي قبل كده. رايي عليه ما هوش راي دقيق جدا، ممكن حاجات كتير تطلع غلط، لاني مهما قلت لك اكيد انا ما بتفرجش على لايبزيج زي ما بتفرج على مانشستر يونايتد مثلا، واكيد ما افتحش ماتشات لايبزيج اتفرج عليها. يعني مثلا لو جيت قلت لي لعيب زي عمر مرموش، كنت بتفرج عليه لان كنت بفتح مخصوص عشان اشوف عمر مرموش، عشان مصري ومتالق ومدغدغ الدنيا ومش عارف ايه وكده. انما هقول لك عليك لو قلت لك ان انا بقى اتفرجت على ماتشات سيسكو السنه اللي فاتت كلها، ده اي كلام. طبعا اللقطات اتشافت، كان في ماتشات في الشامبيونز ليج، في فيديوهات اتفرجنا عليها، سمعت اراء ناس تانية ورجعت شفت هم اللي هم بيقولوه ده، فرايي مبني على حاجات كتيره قوي، شويه ارقام برضو دي مهمه. فنرجع نكمل. اولا السرعه دي والطول ده، الاريالز بولز بالكوره العاليه بتاعته، الرأسيات بتاعته قوي قوي في الحته دي، وحاجه انت محتاجها كمانشستر يونايتد في الكور الثابته. انت امتى كان عندك اخر مره كان عندك مهاجم قوي في الكور العاليه والعرضيات وهو اللي بيجيب لك؟ احنا بنستنى كل 10 ماتشات ماجواير، كل 10 ماتش، كل 15 ماتش ماجواير يجيب كوره كده ولا حاجه. فبالنسبه لي دي اضافه قويه قوي، المفروض لحد ما ان هو كورته كويسه، تيم بلاير كويس بيلعب مع الفريق، وبالذات دي حاجه حاسسها انها تبقى مهمه، لان انت نرجع نشوف الطريقه اللي مانشستر يونايتد موجوده هتلعب
يلعب بيها الثلاثه اللي قدام اللي هم الثلاثه يعتبروا مهاجمين، الثلاثه يقدروا يلعبوا مهاجمين صراحه على فكره. وتعال نقول ان امبويمبو وكونيا يقدروا يلعبوا تحت المهاجمين، واحد فيهم هيبقى 10 اكتر. بحس ان امبويمبو عنده فلكسبيليتي اكتر، امبويمبو انا ممكن العب بيه 10 وينجر ومهاجم، امبويمبو عنده الامكانيات دي وهو اكشلي لعبهم التاني، لا ده لعب 9.5 اللي هو المهاجم الثاني ده. طبعا المهاجم صريح مش بتاعته قوي، بس في وقت ما كان هو بس اللي موجود قدام في برينتفورد. كونيا حاسه يقدر يعمل، ما يقدرش يتطرف قوي زي امبويمبو احرف، كره في رجله احسن، واللي شاف اتفرج على البري سيزون شاف الكره في رجل امبويمبو عامله ازاي. انا بصراحه بقول لكم من هنا وافتكروا كلامي، انا هقطعها وهاخدها شوتس وهنزلها في اخر السيزون. نجم السيزون ده هو امبويمبو، وده مش نجم السيزون في يونايتد، نجم السيزون كله امبويمبو يا جماعه. هتشوفوا وانا جايبه فريقي في الفانتزي وهيلعب في فريقي في الفانتزي، وانا الحلقه الجايه اللي هتنزل بعد دي هي حلقه فانتزي، ارجعوا اتفرجوا عليها عشان تلحقوا الفوزينيو. شوفوا الحلقه اللي فاتت بتاعه الفانتزي عشان تفهموا قصه السنه دي، عشان تلحقوا الفوزينيو في الوعكه اللي هو فيها دي. وشوفوا الحلقه الجايه عشان هقول لكم تشكيلتي هي عامله ازاي. امبويمبو يقدر يلعب وينجر اكتر من لعيب زي كونيا هو حاسه اكتر يقدر يلعب مهاجم صريح، يقدر يلعب 9 وهو لعب 9، ويقدر يلعب مهاجم تاني ويبقى حته ال10 دي اكتر شويه. دور برونو فرنانديز في القصه دي ايه انا مش عارف، بس هو في الاغلب هو اللي هيسقط تحتهم خالص، هيبقى جنب بقى حد زي كوبي ماينو ولا كازيميرو او باليبا اللي هحكي عليه النهارده لو جه مانشستر يونايتد تفرق ازاي في الفريق. سيسكو شايف انها صفقه حلوه لان السيزون اللي فات ارقامه عاليه جدا من حته الاجوان، الاستاتستكس بتاعته جاب 18 جون في اول سيزون ليه مع الفريق ومش عارف ايه وبتاع، ده السنه تقريبا قبل اللي فاتت. فهو جه مش عارف الجارديان بتقول ان هو جاب 73 مليون يورو بالادونز، فابريزيو قال تقريبا 73 من غير الادونز حاجه و80. بالنسبه لي ده رقم جامد قوي لان هو على 5 سنين. هحكي لك ليه في الحلقه اكمل، لان الناس كلها عندها غلطه ان هي بيقول لك ايه ده جيب 100 مليون ده جيب 80 مليون. الانديه ما بتحسبهاش كده فاينانشالي، الانديه ما بتحسبهاش كده، الفاينانشال فير بلاي ما بيحسبهاش كده. ما بيجيش بيقول لك انت جبت سيسكو ب 100 مليون تعالى حاسبك، لا هو مش هي ليها حسبه ثانيه هفيدك اتفرج عليها عشان تفهم. انا فوزينيو في حته ثانيه اتفرج عليها عشان تفهم، هقول لك الحته دي على مدار الحلقه. بس نرجع نخلص كلامنا على سيسكو. الكلام ان هو جيب حاجه و70 مليون المفروض على حسب كلام فابريزيو، وبالادونز حاجه و80 مليون، رقم كويس قوي بالنسبه لي لان العقد 5 سنين. يمكن كانت الحته اللي ناقصه اموريم غير خط الهجوم كله. تعالى بقى نرجع نتكلم على مانشستر يونايتد وحته الصفقات. مبدئيا انا مبسوط قوي باموريم لانه هو ابتدى يعمل حاجه. انا قلت لك في اول حلقه اكتشف سر اليكس فيرجسون، انا بهزر طبعا مش لدرجه اكتشف سر اليكس، لكن هو بيعمل حاجه شبيهه بيه. ارجع اتفرج على سر اليكس، كان دايما عنده نوعيه الصفقات وكلام اللي هو او المنطق بتاع ليه اروح اريسك مع اني ممكن اجيب المضمون، ليه اروح اجيب حد انا ما اعرفوش مع اني ممكن اشوف اللي جرب عندي، اللي جرب البريمير ليج عندي، اللي لعب في البريمير ليج وتالق واثبت نفسه فيه. ارجع شوف كل صفقات مانشستر يونايتد كانت كده، وما كانش بيتارجت النجم المدغدغ الدنيا، ما كانش يعني اللعيب الوحيد اللي راح جابه نجم هو سوبر ستار بمعنى كلمه سوبر ستار كان فان بيرسي. كان شوف ارجع هو قعد كام سنه بيحاول في قصه ان هو يجيب مهاجم يجيب لك الدوري من ساعه كارلوس تيفيز، وكان ازاي عنده دايما مشكله في الحته دي حتى لو كان بيكسب الدوري لحد ما جاب فان بيرسي اول سنه هداف دوري مش فاكر حاجه 20 جون ولا 28 جون ولا حاجه كده، دغدغ الدنيا يعني. غير كده بنتكلم على اغلبيه الصفقات هو جايب لعيبه اوريدي متالقه عندها بوتنشال في البريمير ليج من زمان، من اندي كول بقى، فاندر سار، ديميتار برباتوف، روي كين ذات نفسه، وين روي كين الكابتن التاريخي بتاع مانشستر يونايتد والمدافع اللي صار ناس كتير قوي فاكرين طول عمره لا هو جاي من ليدز، فهو جاي من ليدز يونايتد. هو دايما جايب لعيب متجرب في البريمير ليج، مش رايح جايب لعيب بقى في العالم كله بيتخانق عليها يدفع فيها اعلى مرتبات في اعلى ارقام في الكوكب. ما كانش ده الابروتش بتاعه. هل كان بيجيب لعيبه من بره؟ كان بيجيب لعيبه من بره، ما بقولش ان هو ما كانش، بقول لك على اغلبيه الابروتش بتاعه سير اليكس. وكل فين وفين هتلاقيه جاب لعيب صغير زي مثلا كريستيانو رونالدو، زي ناني، زي مش عارف مين، جابه من هنا شاف ده، ولو اتزنق في لعيب كبير راح سكاوته زي ديفيد دخيا مثلا وهو اللي راح جابه من بره. ونوعيه الصفقات بالاتجاه ده. اموريم عمل حاجه شبه كده، وعمل حاجه تانية انا برضو كنت بحكي عليها بقالي حبه، بس اقول لك عمل حاجه زي كده فين؟ زي كونيا ومبويمبو هي دي اللعيبه اللي هي متجربه في البريمير ليج، لعيبه صغيره، لعيبه كويسه جدا، ادت اداء حلو قوي في اخر كام سيزون. مبويمبو جاب 20 جون وهو مش مهاجم صريح السنه اللي فاتت، ده رقم كبير جدا. كونيا جاب 15 جون وفي اوقات كتيره ما كانش بيلعب، وفي الاخر ما كانش هو المهاجم الصريح لما لارسن جه بقى هو اللي قدام. فدي ارقام كبيره قوي على 2 لعيبه المفروض ان هي في عزها 25 26 سنه، لعيبه ابتدت تخش في الاطار الدولي زي كونيا. طبعا مبويمبو كان مع الكاميرون، لكن كونيا ابتدى يخش مع منتخب البرازيل. فنوعيه الصفقات مختلفه عن اللي انت كنت بتعمله. روح هات النجم، راح جاب سيسكو حلو، ممكن ما يكونش في حد يعني، يمكن هو ده اللي هو عايزه، ممكن هو انا عارف ان هو كان عايز جوكريس بس راح ارسنال، بروفايل لعيب هو عايزه. انا ما عنديش مشكله لعيب يجيب لعيب بره البريمير ليج، بس انا بحكي لك على المنطق بتاع الصفقات. في نقطه تانية بتكلم عليها كنت بحكي عليها على فكره نوعيه الصفقات السيزون كله، فتره الانتقالات بتاعه مانشستر يونايتد عامله ازاي. مانشستر يونايتد السنين اللي فاتت روح هات النجم، الناس كلها اي لعيب يهايب روح اشتريه، حتى لو انت محتاج لعيب في المركز ده وده لعيب كويس، دي
دي مشكله مش شرط يكون ده اللي المناسب للفريق بتاعك، ودي كانت دايما مشكله في مانشستر يونايتد. اي لعيب هايب روح اشتريه، اي لعيب هايب روح اشتريه، تلاقي جبت لاعبين ثلاثه المدرب عايزهم. فكره انا ما بحبش لما تروح تجيب نجوم كتيره قوي 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 قوي. هم الثلاثه اللي احنا جبناهم نجوم لحد دلوقتي، انما انا ما رحتش جبت السوبر ستارز اللي هم ايه اللي كله بيتخانق عليه. حاجه شبيهه شويه بالفتره اللي فاتت او بلويس انريكي مع باريس سان جيرمان. ابتدي يعني اهدى شويه على فكره ان انا هحشر نجوم في فريقي وهبتدي اشوف انا محتاج ايه كمدرب وانا عايز ايه وايه اللي يناسبني. احنا بنجيب النجوم، ارجع شوف كده، انا قلت لك هات لي اي لعيب بنسبه 95% من السير اليكس جاب هتلاقيهم بالمنطق اللي انا بقوله لك ده. ما راحش لم النجوم من كل حته. اي لعيب هو بقى نجم سوبر ستار كبير قوي في مانشستر يونايتد. ممكن لعيبه سطعت في البريمير ليج، عملت موسم او اتنين حلوين بس صغيرين بوتنشال، لسه ما بقاش السوبر ستار، ما بقاش الاسطوره، بقوا اساطير في مانشستر يونايتد. ريو فيرديناند، نيمانيا فيديتش، جاري نيفل من طالع من يونايتد، روي كين، اندي كول، ديميتر بيرباتو. مع ان ديميتر بيرباتو على فكره السيزون اللي قبله كان قبل ما يجي يونايتد كان في التيم اوف ذا يير، بس برضه اللعيبه اللي جابها من بره لويس ناني، كريستيانو رونالدو، هتلاقي كل وين روني كان مدغدغ الدنيا بس جاب عيل عنده 16 ولا 17 سنه، فاهم؟ هو جاب عيل صغير برضه، فما تقوليش ان هو جاب اسطوره، ما جابش اسطوره، جاب واحد بوتنشال. شوف من ساعه مانشستر ما سير اليكس ما مشي، جبت مين؟ دي ماريا، صح؟ دي ماريا، فاهم؟ شفاينشتايجر، فالكاو، خوان مات، اي نجم اتكلمت على مين؟ ماركو رويس، مسعود اوزيل، اي نجم. مش بقول لك ان انا بعشق مسعود اوزيل وماركو رويس وكان يا ريت كانوا نجوم يونايتد، بس انا بقول لك اي نجم هاته، فاهم؟ حتى بعد كده بول بوجبا مع انه لعيب جامد قوي وكنت مع الصفقه، بس برضه زلاتان ابراهيموفيتش، لوكاكو، هات النجوم. فشلت. دلوقتي الابروتش اتغير شويه فبقى حلو بالنسبه لي، بقيت مبسوط بالنسبه لي، بقت حاجه احسن بالنسبه لي. المره دي اول مره احس ان اموريم بيعمل زي حته باريس سان جيرمان مع لويس انريكي. على فكره ما بداتش مع لويس انريكي في باريس سان جيرمان، هي بدات مع توخل. ابتدى يجيب لعيب هايب بتاعها اقل، لو تفتكروا جاب ادريسا جانا جايه واندري هيريرا وشويه لعيبه كده، بالنسبه لي لعيبه جامده قوي، بس هو شايف ان هو ده اللي هو عايزه، وابتدت ابروتش الفريق يروح في السكه دي. ده في باريس. انا اول مره احس كده في يونايتد، هو اللعيبه دي هو اللي عايزها، اللعيبه فعلا طريقتها والبروفايل بتاعها لايق عليك، في سينك منطقي. ده لحد دلوقتي خد بالك، وانا شايف ان مانشستر لسه محتاجه، انت لسه محتاج نص ملعب، لسه محتاج ورا، بالذات الخط اللي ورا ده انا مستني اشوف ايه اللي هيحصل فيه. فلحد ما انا عاجبني الابروتش. هل ده كافي ان مانشستر تنافس السنه دي؟ الاجابه لا، بس انا بقول لك مانشستر السنه دي مش فلوب، مانشستر السنه دي مش هتخلص سابع وثامن، مانشستر السنه دي هتخلص فوق، مانشستر السنه دي هتخبط، مانشستر في شكل جديد للنادي. اخر حاجه هقولها على الصفقه، على حته الفلوس مش كتيره خالص على لعيب زي ساسكو. انا لسه ما اعرفش هو عقده عامل ازاي، طبعا ده هيترتب ان الصفقه دي ثمنها فوق ولا تحت، انما انا كنادي الانديه عامه بالذات من منظور الفير بلاي ما بيحسبش هو دفع كام في اللعيب، بتفرق قوي اللعيب، بالعكس الاهم هو اللعيب ده ماضي بكام، عقده كام، الويج بتاعه كام، وعلى كام سنه. ده اهم 100 مره من اللعيب ده مدفوع فيه كام، بالنسبه للخزينه النادي طالع من جيبه كام، وبالنسبه للفير بلاي. هقولها لك سريعا لان هو الموضوع فيه طبعا حاجات كتير قوي، بس انا هقولها لك سريعا. تعال نعتبر انا جبت لعيب ب 100 مليون وفريق تاني جاب لعيب ب 100 مليون برضه، تعال نثبت نفس الارقام عشان الموضوع يبقى سهل قدام الفاينانشال فير بلاي. واللي طالع من خزينه النادي مش هي ليه؟ انا ممكن ادفع ال 100 مليون دي وجيت مضيت مع العقد، الفريق الاولاني دفع ال 100 مليون دي وجي مضى عقد 5 سنين للعيب ده، والفريق التاني دفع نفس ال 100 مليون دول ومضى عقد سنتين. رقم واحد انا كنادي بحسبها انا طالع من جيبي كام في السنه، كام عشان اعرف اقعد اللعيب ده عندي في السنه. فابو 100 مليون على 5 سنين انا طالع من جيبي 20 مليون في السنه عشان يبدا يقعد عندي زائد الويج بتاعه. الفريق التاني هو اللعيب ده واقف عليه ب 50 مليون في السنه عشان يقعد معاه زائد الويج بتاعه. فبالتالي هتلاقي فرق زي مانشستر يونايتد وزي تشيلسي، مش بقول لك ان الابروتش ده صح، بس انا بقول لك المنطق، بيروح يجيب لعيبه تحس اللعيبه صغيره مش مستاهله كل ده، زي مثلا هويلاند وزي انتوني، دفع فيه ارقام عاليه قوي بس في المقابل حط عقده على مدار طويل واداله ويج صغير، هو بالنسبه له ده الاهم. يعني زي مثلا تشيلسي راحت جابت مثلا كان عندها مين، اوبامايونج، جاي فري ترانسفير، ولما جم مشوه قال لك عشان الفاينانشال فير بلاي، عشان ليه فاينانشال فير بلاي؟ عشان العقد بتاعه كان عالي قوي، كان من اعلى عقود النادي، فهو بيبتدي يشيل اللعيبه اللي عندها عقود عاليه ويجيب لعيبه اقل بعقود اقل حتى لو دفع فيها ارقام كبيره. وده اللي عملته مانشستر يونايتد لما مشت حد زي ديفيد دخيا. بالنسبه له كان هو عايز يعمل كده عشان يجيب حد زي اونانا، عشان ديفيد دخيا كان بياخد فوق ال 500,000 في السنه في الاسبوع وكان من اعلى عقود البريمير ليج، فبالنسبه له ده عبء عليه كبير قوي في الفاينانشال فير بلاي. فنرجع تاني اللعيب اللي انا جبته دفعت فيه 100 مليون ده وقعد معايا 5 سنين، انا هو واقف عليا في السنه ب 20 مليون، وانا لو بديله 200,000 في الاسبوع، ده هو يعتبر مرتب عالي في البريمير ليج. 200,000 في الاسبوع يعني كام؟ يعني 800,000 في الشهر، اضربها في السنه، يعني واقف حوالي 9.5 مليون في السنه. ف9.5 مليون على 20 مليون، قول يا عم 10 مليون مرتبه في السنه على 20 مليون بتاعي، يعني اللعيب ده واقف عليا في السنه ب 30 مليون
مليون عشان اعرف اقعده عنده. اللعيب اللي جه مضى سنتين ده هو واقف عليك ب 50 مليون من غير ما تحط المرتب لسه. فاهم قصدي ايه؟ فقصه لو جيت حسبتها بقى حتى اللعيبه المدفوع لو انا دافع فيها اقل بس مديله مرتب عالي بتبقى فاينانشلي بالنسبه لخزينه النادي بالنسبه للفاينانشال فير بلاي ده اوحش بكتير قوي. فسيسكو عقده 5 سنين، فالرقم اللي مدفوع فيه ده اللي هو حاجه و70 مليون من غير الادونز دي بقى اجوان ومش عارف ايه وليها حسبه مختلفه، رقم حلو جدا. فدي تاني نقطه من حيث المرتبات. من حيث الصفقه ليه عاجبني. طيب تعالى نرجع بقى نتكلم على مانشستر يونايتد السنه الجايه وشكل اموريم او شكل مانشستر يونايتد مع اموريم. هنلعب ازاي؟ انت لسه مش عارف باسم 100% بس في الاغلب انت شكلك هيبقى كالاتي. في الاغلب انت الثلاثه اللي قدام هيبقى سيسكو كونيا ومبويم. انا بالنسبه لي ثلاثه ريلايبل جدا في البريمير ليج، ريلايبل جدا 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 في البريمير ليج وممكن يعملوا حاجه كبيره قوي مع لعيب زي اماد ديالو. والمفروض ان برونو فرنانديز هيبقى هو اللي في النص، هيبقى بقى 8 سقطه، هيبقى ايا كان اللعيب اللي هيبني من تحت وهتلاقيه هو اللي بيرجع قدام المساكين والديفندرات وقت كتير قوي بيستلموا الكره عشان يعرف يبني الكوره. هيبقى لعيب بعيد عن الجون شويه بس هو اللي ماسك نص الملعب. انت بقى عندك حوالي 5 لعيبه انت تقدر تعتمد عليهم في الخط الهجومي. انت بتتكلم في سيسكو، امبويمبو، ماتياس كونيا، اماد ديالو، برونو فرنانديز. 5 لعيبه يقدروا يعملوا لك الضغط الهجومي اذا كان بقى في الهجمات المرتده في الكور الثابته في انك تبني كوره في كل حاجه. هم ال5 دول انت عندك 5 لعيبه تقدر تعتمد عليهم قدام. دورجو هنشوفه هيعمل ايه. المفروض ان هو بقى احسن شويه لحد دلوقتي. اعتقد هيلعب يا ما اعرفش يا اما بكوبي، ما اعرفش هيلعب باوجارتي ولا كوبو ماين ولا كازاميرو. انا فعلا مش عارف. كلام كتير قوي على باليبا انه جاي. باليبا يا جماعه لعيب جامد جدا، هو صغير ما اعرفش لو جه يونايتد هيبقى عامل ازاي. هتقولي طب وقصه الدفاع بتاعك، هل انا لما العب باثنين في النص المفروض ديفندرين اللي هو المفروض الاثنين اللي في النص يبقوا موجودين هيبقى برونو وتعالى نعتبر ماينو، تعالى نمشيها ماينو، هل ده كافي ان انت دفاعيا تبقى قادر تشيل؟ لان برونو مش هيبقى هو ادوار دفاعيه قوي. هقول لك حاجتين. النقطه الاولانيه برونو اصلا دفاعيا هو كويس، فهو لو خد مهام دفاعيه في اوقات ما هو مش وحش. رقم 2 انت بتلعب ب3 ورا، اوعى تنسى انك بتلعب ب3 ورا وان اماد ديالو ودورجو عندهم ادوار دفاعيه وامبويمبو لعيب الورك ريت بتاعه عالي وبيرجع يساعد في بدايه الهجمه من ورا. فانت نص ملعبك مش هيبقى فاضي. دي حته بقى هنشوف اموريم هيعمل ايه لما الدوري يبدا. هنشوف اموريم هيظبطها ازاي. بقول لك كامكانيات لعيبه انت تقدر تغطي الحته دي. ال3 اللي ورا لحد دلوقتي المفروض هيبقوا موجودين. اعتقد هيبقى لينو يورو ومفروض مارتينيز لما يرجع، ليساندرو مارتينيز. وانا عندي شك كبير او احساس ان ماجواير اللي هيلعب. شايف ان انت محتاج، شايف ان ال3 اصلا محتاجين. يعني ليساندرو مارتينيز اصاباته كتير قوي فمش يعني ما اعرفش ليساندرو. ولما ساعه اموريم ما جه وهو مستواه وحش جدا فانا ما اعرفش هو يعني مش قادر اتخيل شكله مع انه هو من لعيبه كنت متفائل بيها كتير قوي. فاوفرول حاسس ان شكل الفريق هيبقى احسن. محتاج تدعيمات لان انا مش واثق في الباكات. اذا كان بقى ده هو المفروض الوينج باك رايت هيبقى اماد ديالو. انا مش واثق في دورجو خالص لحد دلوقتي. خط دفاعي كله مش واثق فيه. انا محتاج حارس مرمى. اونانا مش حارس مرمى، اونانا ده بتاع بطيخ. الكلام على دوناروما والكلام النهارده انا كفواز ما شفتش اخبار بس انا كفواز حسيته اقرب، حسيته منطقي اكتر. شفتها من كام يوم ما كنتش مصدقها، حسيتها اكتر. ليه حسيتها اكتر؟ عشان باريس سان جيرمان مضت مع حارس مش فاكر مين. انا لازم افتح ابص مين بس انا مش فاكر اسمه ايه. بس كانوا بيتكلموا انا عارف اسمه بس تايه مني. اللي هم كانوا بيتكلموا عنه بقالهم حبه مضوا معاه النهارده وما جددوش لدوناروما، ما وصلوش لاتفاق للكونتراكت الجديد بتاعه. ده معناته ايه؟ ان دوناروما ممكن يمشي، ممكن يجي يونايتد. ده اكتر فريق على الساحه محتاج حارس. هينفع معاك. انا شايف ان دوناروما حارس بقاله اكتر من 10 سنين بيلعب كوره ولسه صغير. عنده مواليد 99 هو لسه صغير، عنده 25 26 سنه. بقاله اكتر من 10 سنين بيلعب او حوالي 10 سنين بيلعب كوره. خبره تقيله، كسب تشامبيونز ليج. ليه لا؟ اكيد احسن من اونانا. فايه اللي يمنع ان لعيب زي دوناروما يجي لك؟ اكيد مقتنع بيه. هينجح معاك، هيفشل بريمير ليج ما تعرفش، كل حاجه ممكنه. انما انا حاسس ان انا محتاج مهاجم. هنشوف الايام. وكلام زي ما بقول لك لسه الموسم الانتقد ما خلصش. لسه في كلام على باليبا، لسه في كلام على لعيبه كتيره قوي. فانا فعلا مش عارف احنا هنوصل. يعني مش عارف الشكل النهائي اللي هنبدا بيه السيزون ايه، بالذات لما يعني الشهر كله يخلص ان السيزون خلاص قرب. فهنشوف الحته دي هل في تدعيمات تانية ولا لا. الحاجات السلبيه اللي انا شايفها في الفريق ايه؟ جاي لك في الكلام. في حته انا مقتنع بيها بس هقولها لك اخر حاجه خالص. يعني هقول لك اخر خالص في الحاجات السلبيه لان هي المفروض اكبر حاجه يعني. والنهارده كنت بتفرج على واحد انا بتفرج عليه عامه اسمه رضوان. هو مشجع مانشستراوي وبيعمل فيديوهات تحاليل كتير قوي. من اكتر الناس بحب اتفرج عليهم، بيحلل حلو قوي احمد رضوان. وقال النقطه دي طبعا قالها بطريقه يعني انا هي في دماغي وانا مبسوط قوي. قالها بلذاذه قوي. بخش تراجع عليه. انما انا هقول لك رايي انا يعني، بس رايي قريب من رايي في حته برونو دي. يعني في حته برونو بالذات السنه دي. هقولها لك اخر حاجه. الحاجات السلبيه اللي شايفها زي ما قلت لك، رقم 1 انا نص الملعب بتاعي مش عارف شكله هيبقى عامل ازاي. اللي هو الاثنين اللي في النص، اللي هو اكيد برونو هيبقى موجود ومين اللي جنبه، وهل هيبقى قادر يشيل نص الملعب لوحده ولا لا. النقطه الثانيه الوينج باكات بتوعي. ديالو تمام اعتمدنا عليه واتفقنا عليه. لو اتصاب لو مش موجود هنعمل ايه ما اعرفش. طب الناحيه الشمال انا مش مطمن. الثلاثه اللي ورا برضو مش مطمن لهم كلهم، بما فيهم لينو يورو وبما فيهم مارتينيز، بما فيهم ايا كان الثالث اللي هيلعب جنبهم مين. انا مش مطمن. نسبه كل واحد فيه بالنسبه
بالنسبه لي عندي مشكله. ليساندرو مارتينيز انا شفتش منه اللي انا مستنتظره منه من ساعه اموريم ماجي. اصاباته كتيره لانه يورو صغير وناقص خبره، وغلطاته بيغلط بالذات مس باصات، مع انه كورته حلوه ولعيب سريع، يعني امكانياته كويسه يطلع منه حاجه حلوه، بس هنشوف. اخر حاجه اللي هي اخر حاجه في الخطوط بتاعتك، حراسه المرمى لازم تدعيم، لازم تدعيم. الحاجه بقى الاخيره ايه؟ برونو فرنانديز. برونو فرنانديز شكله هيبقى عامل ازاي في الفريق انا مش عارف، عندي احساس كبير قوي، وده اللي رضوان برضو قالي، فاتبسطت ان في حد بيسبورت وجهه نظري، ان هو مش هيبقى اقوى حاجه السيزون الجاي، ومش هيبقى اقوى اسد في مانشستر يونايتد. هل هو يبقى مهم؟ انا شايف ان هو مهم ان يكون عندك لعيب بالبروفايل ده، بس عندي احساس ان هو يعني برونو كده اخر ايامه في مانشستر هيتوه وسط الفريق، هيتوه وسط اللعيبه. انا شايف ان برونو هيتوه. ليه هيتوه؟ بقى عندك 2 لعيبه بيقوموا بالادوار اللي هي بتاعت الصناعه والهجوم والدبل ابس والونتوهات والكاونتر اتاكس في الخط القدامي، اللي هم كونيا ومبويمبو. فبرونو بالتالي هو اللي هيسقط تحت اكتر. دوره مهم ليه؟ لان هو اللعيب الوحيد اللي في الحته دي اللي المفروض ان هو هيعرف يبني الكوره، هيعرف ينزل. فاكر ازاي حسام غالي، فاكر ازاي ابو تريكه لما تلاقي الدنيا معصلجه كان ينزل يروح تحت قدام منطقه الجزاء بتاعتك، يستلم الكوره وياخد الكوره ويروح يطلع بيها يوديك قدام. في بعض الاوقات انت محتاج الدور ده، هو ده المفروض يبقى دور برونو في نص الملعب. بالنسبه لي برونو، رضوان دايما بيقول، يعني بتفرج عليه كتير، بتفرج على كذا حاجه من الحاجات اللي بيعملها، دايما بيقول لك ان هو لعيب في نص الملعب عشوائي، عنده حته العشوائيه دي ومش تكتيكلي منضبط. اتفق معاه شويه مش قوي، بس هو عنده حته العشوائيه دي. هو لو لعيب فعلا هينزل يستلم الكوره من تحت ويقعد يبني الكوره ويطلع لي يجري لي بقى الوينج باكات بتوعي ويلاعب الثلاثه اللي قدام اللي هو القوه الضاربه بتاعتي، ويزيد وراهم في الهجمات المرتده، والاقيه موجود ورا بيدافع وبتاع، هقول لك ماشي، بس انا مش حاسس ان ده برونو. هو عايز يبقى النجم وهياخد ضربات الجزاء ومش عارف ايه. طب مين اللي مش عارف، مش حاسس ان مسؤوليه كبيره قوي هتبقى موجوده على اموريم في الحته دي. انما في النهايه هو الكابتن بتاع الفريق بتاعك، هو المفروض احسن لعيب عندك. انما انا في اخر موسمين يعني هم اول سيزونين بس اللي برونو بجد كان فشيخ، غير كده انا مش مفيش سيزون برونو كان فشيخ. فاهدوا يا جماعه على برونو شويه. انا مطلعه بره حته الاساطير، بالنسبه لي هو مش اسطوره في يونايتد. بس انا حاسس ان انا كده اصلا طولت على الحلقه دي. كل حاجه عندي اقولها على مانشستر. ممكن احاول اعمل حلقه تانية عن يونايتد او عن الصفقات لما تخلص، انما لحد هنا انا هقف هنا. خش شوف الحلقه اللي جايه واللي فاتت. ليه؟ عشان انا عامل سلسله حلقات بالنسبه لي انا مهمه جدا 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 جدا، اسمها الحقوا الفوزينينيو في الفانتزي بريمير ليج، لان انا بجد تايه ومش عارف اعمل ايه. هوري لك فريق في الحلقه الجايه، هتناقش معاك بقى في كل حاجه، هقول لك انا ليه تايه، قول لي اعمل ايه، انا عايز اعرف اعمل ايه. الحقوا الفوزينينيو الحلقه الجايه والحلقه اللي فاتت. حلقات تانية جايه كتيره، فلوجات، ارجع شوف الفلوجات اللي فاتت جميله جدا 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 في استادات العالم مع فوزينينيو. لسه في استادات تانية محدش شافها هتنزل قريبا، مش عارف امتى. بس كده اشوفكم في حلقه جديده. الكوره للجماهير، الله، الوطن، ابو تريكه، سلام.